الكرة ليحاول ملعوبه. لا 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 لا. محظوظ ليفربول، محظوظ ليفربول بأن أليسون عاد من الإصابة. وصلت الكرة في المرمى، ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء. فيرجيل فان دايك يرتكب الخطأ من أمام إدوارد ويحصل على البطاقة الصفراء. نو بينالتي، نو بينالتي، وخطأ على ويل هيوز. أمامية تصل إلى ويل هيوز. هيوز عرضية داخل منطقة الجزاء. بعدت من أمام اللاعب ماتيتا، بعدت من أمام ماتيتا. وبالعودة إلى ركلة الجزاء، حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمصلحة فريق كريستال بالاس. عموما ماتيتا على تنفيذ ركلة الجزاء الآن في مواجهة أليسون. ماتيتا يسجل البديل. محاولة لمصلحة فريق كريستال بالاس، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، وصلت إلى اللاعب البديل هارفي إليوت، يسقط في أرضية الميدان. إليوت حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ على اللاعب جوردان آيو، والبطاقة الصفراء الثانية. وصلت إلى جوميز، أمامية من جوميز داخل منطقة الجزاء. جاكبو عرضية والمحاولة مستمرة، والصلاح يأتي نعم وبتوقيت في غاية السرعة وفي المكان المناسب، وعندما تستعصي الحلول يظهر محمد صلاح. عشر دقائق. بدري 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 نعم 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 بدري 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 بدري. هارفي إليوت، إليوت البديل خلف قلب الطاولة وانتصار ليفربول، يسجل هدف التقدم. أليسون بيكر يتصدى لكرة الدنماركي أندرسون. ليفربول عانى كثيرا من أجل الوصول إلى صدارة جدول الترتيب، وصل إليها من خلال هذا الانتصار.